ما الدنيا إلا مسرح كبير. بضاعة أتلافها الهوى. أحلى من الشرف مفيش. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرنبر فلا خير فيك والزمان ترلل. يوسف وهبي ولد سنة 1898 في يوليو، وكان في محافظة الفيوم، وكان والده من الأثرياء وتدرج في التعليم، وبعد كده هرب من والده، راح السيرك واشتغل في المونولوجات والسكتشات البسيطة، وبعدين والده هدده أخده عشان يكمل في مدرسة الزراعة، لكن هو هرب وسافر على أوروبا. أسس يوسف وهبي فرقته المسرحية بعد 3 سنوات من دراسته للتمثيل في ميلانو بإيطاليا، وكان والده قد ترك له ميراثا كبيرا، فقرر تخصيص ما ورثه لإنشاء فرقة مسرحية وفنية متطورة تواجه المسرح الهزلي الذي كان سائدا وقتها. من أنت يا بنيتي وما طلبه؟ ألا تعرفني يا أبي؟ سمعت مرارا هذا الصوت. من أرى؟ مولاتي القيصرة. من قادك إلى هنا؟ جئت بنفسي لأنال بركة تقبيل يديك. بوجي بوجي، هذا شرف عظيم سأفاخر به إلى الأبد. أتيت لأستعطفك، فهل تقبل رجائي؟ حاش لله أن تتنازل القيصرة ألكسندرا وتستعطف مخلوقا تافها كجريجوري راسبوتين. يا أبي، إذن لماذا لم تأتي؟ لقد كتبت لك 3 مرات وأرسلت إليك الدوق بوجوفين ترجوك، فلم تعبأ برجائي، مع علمك بأننا محتاجون لدعواتك وصلاتك. إنني أبتهل إلى الله كل صباح ومساء وأدعو لكم وأنا بعيد أضعاف أضعاف وأنا منكم قريب، ولو أن جسدي تحوطه جدران الكنيسة إلا أن روحي تسبح في الليل وتطمئن على كل عزيز. سقط رمسيس ماديا بعدما جذبت السينما مؤسسها الفنان يوسف وهبي، ودخوله في معارك صحفية كثيرة أثرت بالسلب على إبداعه المسرحي، كما أن السينما جذبت الجمهور بشكل كبير مع تراجع فن المسرح أمام سحر السينما. أول فيلم ليه كان فيلم زينب، ما كانش ناطق، وبعد كده عمل فيلم بعديه على طول مشاركة مع نيازي مصطفى، أو كان ساعتها هو نيازي مصطفى ومحمد كريم يعني متصدرين العمل السينمائي. لكن شفت اوتوموبيل ماشي بسرعه، كنت ساعتها بخطي من رصيف لرصيف، خلاص كان هيدوسني، لولا انه اللي بيسوقوا فرمل بغايه السرعه كان شاب حليوه صغير كده. قلت له يا ابني مش تحاسب، انا راجل كبير. راح شاخط فيا وقال لي هو انت اعمى؟ مش تبص قدامك يا حمار؟ تعرف مين اللي كان بيسوق الاوتوموبيل؟ كان ابن سوسو. لقيتهم بيعلقوا التعليق، سألتهم التعليق دي لمين؟ قالوا ده فرح اسماعيل بيزاهر على أمينة هانم أمين. قلت يا رب يبقى ابني بيتجوز وأنا أحضرش فرحه، وصممت إني أحضر الفرح ده بأي تمن. ويظهر إن ربنا عفى عني، لأن الجماعة اللي واخدين عهدة الفرح رضيوا يشغلوني فراش عندهم.
شكرت ربي إني حاسس. فيلم الدفاع كان يعني مشترك مع نيازي مصطفى، وبعدين سنة 37 عمل كتب ومثل وأخرج المجد الخالد، وتوالت الافلام السينمائيه المتميزه. عمل شخصيه الراجل البسيط بعد ما كان بيعمل دايما ابن الناس الاغنياء وكده، او الدكتور او الطبيب. عمل شخصيه بيوم افندي الراجل المكافح. انتقل بقى لخفه الدم وعمل جزء كوميدي كده في بعض اداءاته السينمائيه. لو نفتكر فيلم اشاعه حب، طبعا كان قايم بدور كوميدي لطيف جدا ومميز جدا، لاقي على شخصيته وعلى كاركتر صوته وهيبته ومشيته وشكله وجسمه كده. نفس المدرسة دي عمل بيها فيلم اللي هو اعترافات زوج مع فؤاد المهندس. هنلاقي ان هو بعد كده برضو قام بخفة الدم دي في بعض الافلام المتقدمة شوية. ما بينهم عمل شخصيات برضو الدكتور الغني الدكتاتور في فيلم الرداء الابيض بتاع نجلاء فتحي، لما كان طالع حماها ورفضها وطردها وخد بنتها بعد جوزها ما مات عشان اتجوزه بعيد عنه. هنلاقيه برضو الشخصية اللي كان في فيلم محرم فؤاد، لما كان برضو طالع ان هو كان غني وهو حب بنته نادية لطفي. هنلاقيه بعد كده رجع تاني للكوميديا الساخرة البسيطة، الفاست كوميدي، يعني مش مبتذل، بيدي برضو فيه مواقف إنسانية. هنلاقيه في فيلم اللي هو زمان يا حب مع فريد الأطرش وزبيدة ثروت، الفنانة زبيدة ثروت رحم الله الجميع. كان قايم بدور عمها اللي هو كان واهمها ان هو غني، هو مش غني، هو خسر كل فلوسه وكان عايش عند فريد الأطرش. لما اكتشف الدواء واكتشف ان هو بيحبها وراح يرجو فريد الأطرش ان هو يبعد عنها. لما كان قايم في دور الحب الكبير مع فاتن حمامة، ان هو المصور اللي كان بيصور الحفلات، وفجأة اكتشف ان بنته بتحب الفنان اللي هو بيحب علاقات النسائية كتير اللي هو فريد الأطرش، وراح يرجوه في الآخر هو اللي وصلها ليه من غير ما يتكلم في المشهد ده، مشهد النهاية. ان هو بيطبطب على كتفها بعد ما بكت ان هو مشي خلاص وهيسيب البلد عشان يبعد عنها زي ما ابوها طلب منه. بيقول لها بصي ورا، ان هو رجع، الطياره طلعت وهو كان واقف ورا السلم بتاع الطياره وظهر ونزلت قابلته كده. فبرضه لما قام بدور مدير الفرقة في الفيلم مع الفنانة وردة ورشدي أباظة وسمير صبري. إن رصيد الذكريات الذي لا ينتهي هو الذي دفع عميد المسرح لكتابة مذكراته. يقول يوسف وهبي في الصفحة الأولى من هذه المذكرات: عندما لازم نفتكر الألقاب الجميلة اللي حصل عليها في حياته الفنان العظيم عميد المسرح المصري والعربي الفنان يوسف وهبي رحمة الله عليه. زي ما كسب من الفن، هو كمان ساب لنا ميراث احنا كسبناه. كان مدرسة وكان أستاذ لناس كتير، اكتشف ناس كتير، وقف جنب ناس كتير في بداياتهم، ومسرحه كان أكاديمية تمثيلية على حق. يوسف وهبي أخذ جائزة الدولة التشجيعية من جمهورية مصر العربية من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأخذ برضو جايزة أخرى من الزعيم الراحل أنور السادات، بجانب أنه هو لقب بعميد المسرح العربي والمصري لأنه كان جدير بهذا اللقب.